هذه الذكرى التي حاولوا ضرب المكونات بعضها ببعض، ولكن بفضل وعي أهل المنطقة تم إفشال هذه المؤامرة. ندعو الأخ أبو سعود لإلقاء كلمة، فليتفضل. تمر علينا الذكرى 19 لانتفاضة آذار، هذه الانتفاضة التي كانت هي النواة الحقيقية لثورة شمال وشرق سوريا وثورة الشعوب. هذه الثورة التي حققت لنا ما نطمح إليه من كرامة وحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية التي نسعى إليها. من خلال هذه الانتفاضة التي جرت في آذار 12 آذار وقدمنا هذه الشهداء، لم يرق للنظام والدول الرأسمالية ما قامت به الشعوب في 12 آذار، لأن هذا ما يتعارض مع مصالحهم التي هي تعتمد على قمع الشعوب وانتهاك حقوق المواطن الموجود والإقصائية الموجودة والتفرقة الموجودة كما تنظر إليها الدول، أو منظور هذه الدول منظور فرق تسد الذي هو تفرقة الشعوب. فما قامت فيه هذه الانتفاضة قامت بتشويهها على جميع الأصعدة بأنها مرحلة ليست بالمتطلبة التي تطلب لها النظام أو منظور النظام الذي ينهج على هذا النهج وهو نهج الإقصاء. فعلى هذا الأساس يجب علينا جميع أبناء المنطقة ومكوناتها الموجودة الحفاظ على دماء شهدائنا وإرث شهدائنا والمضي قدما على مسيرة الشهداء. وعاشت ثورة الشهداء، عاشت ثورة الشهداء.